مشوارها الفني نجمة سينمائية ونجمة دراما تلفزيونية، بتوزع اليومين دول أعداد كبيرة جدا من أول ألبوم غنائي ليها. في إشاعات كتير حوالين آخر مسلسل عملته حتف البحر، لدرجة إن في ناس بتقول إنه ما اتباعش حتى في قناة بنما. معقولة إن هو ما اتباعش في قناة بنما ويكون بطولة سمية الخشاب؟ ايه الحكايه؟ هنعرف منها. برحب بيكي وببارك لك على الله يبارك فيك الشريط الجديد يا سمية. الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي يا معتز. انا مش عارف هو اسمه هيحصل ايه. هو حصل لك ايه انك انت عملتي يعني شريط غنائي؟ احنا متعودين نشوفك بتمثلي دايما. المفروض ان ده حلم قديم، وانا دراستي كونسرفاتوار اساسا واول ما اكتشف صوتي الموسيقار الكبير حلمي بكر وموسيقار صلاح الشرنوبي وغيرهم طبعا. وبعدين جت تمثيل خدني بقى، ولا يزال حلم الغناء بقى بيطاردني بشده، يعني انه حابه اعمل ده قوي. من اول ما بداتي من حوالي اكتر من يمكن 8 10 سنين. 11 سنه. ولسه برضو عايزه تعملي حاجه في الغنى. بالظبط. رغم ان هو مسؤوليه، عارفه ليه؟ لانك انت ما شاء الله يا سمية حققتي مكانه كبيره واصبحتي نجمه سينمائيه، مش بس في مصر، في العالم العربي. اتكرمتي في لبنان من فتره، هنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه. فمش خايفه من المجازفه؟ ما هو ده اللي حصل بقى، انا عشان كده سميته هيحصل ايه. انا سميته هيحصل ايه لان انا جوايا احساس انه ربنا مش هيضيع تعبي على الفاضي. بس مكافأة ربنا ليا كانت اكبر من توقعاتي بجد، واكبر من توقعات الناس، واكبر من توقعات السوق. طب السوق، هو الشريط طرح في الاسواق؟ طرح الحمد لله، ونجح نجاح غير عادي وموزع. يعني انت لسه بتقول لي قبل الحلقه مش لاقيه في السوق، خلص. انا فعلا رحت سالت عليه في مكان معين، يعني قالوا لي هو مش موجود. انا كنت عايز اسمعه علشان واحنا بنتحاور اقول لك رايي فيه. لا الحمد لله، وفي طبعه تانية نازله الحمد لله يا ربي، ووزع كويس قوي في الخليج، موزع كويس قوي في مصر، والحمد لله انا رقم 3 ده رسمي باوراق يعني في النجوم في التوزيع. طب وتفتكري من وجهة نظرك ايه يعني اسباب نجاحه؟ انا تعبت جدا عليه. الاغاني اللي موجوده في السي دي متنوعه جدا، بترضي كل الاذواق. يعني اللي بيسمع كل واحد بتعجبه اغنيه معينه. وفي ناس بتعجبهم اغنيتين 3، وفي ناس بتقول رقم 2 ورقم 8 رقم 3 ورقم 6. في ناس تقول لك لا ده كل المجموعه حلوه قوي. في ناس تقول لك لا التوزيع روعه، انت ازاي طلعتي كواليتي عامل كده؟ انت صوتك معقول انت اللي بتغني؟ يعني تعليقات كده طول الوقت. ايه المعاني بتاعت اغاني الشريط؟ يعني مثلا الرومانسيه والحب والغرام، ولا الهجر والخصام ما بين الحبيب وحبيبته، ولا المشاكل اللي بتقابلها الست او الفتاه العربيه بشكل عام؟ هي كل دول موجودين في الشريط اللي انت قلته. كل ده حاله حب ورومانسيه وشجن وغرام وخصام وعتاب. شجن؟ في حاجات دي النكد ليه يا سمية؟ ليه؟ في حاجات كده يعني. في خليجي، في اغنيه خليجيه طبعا، عندي جمهور كبير في الخليج. ما كانش ينفع انساهم، ما كانش ينفع اديلهم هديه في الالبوم بتاعي الاول. اغنيه خليجيه انا اللي ملحناها. وانت اللي ملحناها؟ مش معقول. ده معناها ان انت يعني دارسه ثقافه الخليج او ذوقه. انا بحب قوي الريتم الخليجي، حلو جدا. بحب ودني بتحب الريتم الخليجي قوي. وهي طلعت كده، يعني هي التيمه جاتني كده زي ما بيحصل مع الملحنين. تلاقي الملحن وهو قاعد تجيله تيمه فجاه، فكره فكره لحن، فجاتني فكره كلن بعجله راضي، يعني كل واحد بعقله راضي. وده مثل دارج في الخليج، يعني بيقول لك كلن بعجله راضي، يعني كل واحد شايف نفسه احسن حد، كل واحد شايف عقله هو الصح. كل واحد فاهم ان هو الصح والباقي غلط. بالظبط. كلن بعجله راضي. والله اسمعها. والله اسمعها نفسي. بس عشان بس نعيش في المود شويه. ينفع؟ اسمعها دلوقتي. اسمعها. يا ريت. اقولها لك. تقول كل بعجلة راضي حبيبي، والله راضي بعجلة، وش هسوي بحبيبي يا عالم مجنني. هو الحكم والقاضي حبيبي، بس عالفاضي يعاتب ولا يحاسب حبيبي، اي شي بس يجي مني كده يعني. مش معقول.
سمية بتتكلم لغات. وبعدين حتى راضي، يعني مش راضي دي راضي. ما انا بسجل مع الموزع مدحت خميس اللي هو وزع لي، بشكره طبعا من خلالكم. فقلت كل بعجله راضي، قلت له استنى راضي ستوب. فرجعنا عدنا تاني براضي، لانه هم في الخليج بيقولوا ضاد. فكان لازم انت يبقى عندك مستشار للكنه. يعني عشان هو اللي مؤلف الاغنيه احمد العلوي، مؤلف سعودي. هو اللي كان دايما بيتابع معايا الغنى، يعني قالها لي الاول في التليفون وسجلتها وحفظتها، وبعد ما سجلناها سمعناها له عشان نعرف لو في اخطاء او حاجه يصلحها. تمام. انا عايز الحقيقه يعني اشارك الجمهور في الاغاني بتاعت الكليب، وعايز اقول الالبوم الجديد، وفي عندنا كليب من الالبوم. ايه رايك لو نعرضه ونرجع نشوف حكايه كلم بعجله راضي دي؟ يا ريت. حلوه. نشوف الكليب مع سمية الخشاب، مش عارف انهي اغنيه بس من الالبوم اللي بيحمل عنوان هيحصل ايه. وجات لي دلوقتي معلومه على الهواء مباشره ان الاغنيه بعنوان عايزاك كده. ايه الكلام الكبير ده؟ هنسمع ونرجع تاني. ارجوك ما تقولش لحد اللي بتحكي عينينا، الله يخلينا لبعض ويخلي الحب لينا. ارجوك ما تقولش لحد